السلام عليكم الآباء والأمهات، نتمنى يا ربي تكونوا على خير بخير وأموركم هانية. اليوم إن شاء الله غنهضروا على موضوع جد حساس وهو الكذب عند الأطفال. بزاف ديال الآباء كيعتقدوا على أن ولادهم طبعهم سيء، ولكن الحقيقة العلمية مختلفة. الكذب عند الأطفال غالبا نتيجة الطريقة ديال التربية ديالنا والسلوك ديالنا اليومي معهم، وماشي مرض وماشي مشكلة شخصية. وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا شنو هما الاخطاء اللي كتعملوهم بلا ما كتحسوا باش ولادكم كيتعلموا الكذب. واول حاجه غادي نشوفوا هو الاساس العلمي شنو كيقول لنا في الكذب عند الاطفال. كيقول بان اول حاجه الكذب سلوك مكتسب ماشي فطري. الاطفال ما كيتولدوش كذابين، كيتعلموا السلوك من البيئه المحيطه، واول بيئه يعني الطفل كينشأ فيها وهي الاسره الصغيره ديالو. الدراسات العلمية كتقول أن الكذب مرتبط بتطور الدماغ الاجتماعي والتفكير الاستراتيجي. تاني حاجة كاينه واحد النظرية ديال العقل كتقول بأن الطفل كيبدا يكذب منين كيتعلم أن الناس عندهم أفكار ومعتقدات مختلفة. هاد القدرة كتسمح ليه يتنبأ بردود فعل الآخرين، وكيختار الكذب كوسيلة لتجنب العقاب أو الحصول على شي حاجة بغاها. مثلا يعني واحد المثال يعني معروف ان الاطفال مثلا ملي كيكسر شي حاجه في المنزل، كيهرس شي حاجه ولا كيوسخ لنا شي حاجه ولا كيعمل شي تصرف غلط، عارف بان ديك التصرف مثلا الا عرفوه يعني الوالدين ديالو يقدر يتعاقب بواحد الطريقه، حيت كاين بعض الاباء كيعاقبوا بطريقه بشعه كتوصل للضرب، انهم يعاقبوه بواحد الطريقه فهمتي اللي كتكون صعيبه شويه. اش كيعمل؟ كيضطر على انه يكذب. علاش كيكذب؟ باش كيحمي راسو. وغادي نقول لكم علاش شنو اللي كيخليهم يكذبوا. هادشي ماجي ان شاء الله في الحلقه. وعندنا غنشوفوا الاسباب العلميه اللي كتخلي الطفل انه يكذب. اول حاجه كيف قلت لكم الخوف من العقاب، هذا السبب الاكثر شيوع. الطفل كيخاف انه يتعاقب حيت كاين اللي كيضربوا به، يعني حتى الوسائل اللي بعض الوالدين كاين بعض الوسائل كيضربوا بها كتكون صراحه صعيبه عليهم وصعيبه على الجسد ديالهم، تقدر تخلي لهم كدمات، كتخلي لهم يعني الاطراس في الجسم ديالهم، يعني كيخافوا. وكاين السبب الثاني هو الحمايه الذات. الطفل يختار يكذب لتجنب اللوم والعقاب. عاوتاني كاين بعض الوالدين كيبقاو يقولوا واحد المصطلحات اللي صعابين وقاصحين، يعني ان الطفل يتلقاهم في ديك السنوات، يعني كيكونوا ما كيقدرش يتحمل، كيضطر على انه يكذب بدل انه يقول الحقيقه. وكاينه عاوتاني تقليد الكبار. كاين بعض الاطفال كيشوفوا الام ديالهم كتكذب ولا الاب ديالهم كيكذب، ولا مثلا يشوف شي ختو كبر منه ولا خاه كبر منه مثلا كذبت وديك الكذبه مثلا نجاته من شي حاجه، يعني هنا كيتعلم انه يكذب. وكاينه الاطفال عندهم كاينه بعض الاطفال انهم باش يحسوا باش يلفتوا الانتباه او انهم كيبحثوا على القبول والاهتمام ديال الاخرين، كيضطروا انهم يكذبوا مثلا في المدرسه ولا شي حاجه. كيشوف مثلا شي طفل مثلا مع المهم كيكون شي طفل مثلا كيبقى يكذب، مثلا كيبقى يكذب وكيصنع وكيخترع شي حاجه اصلا ما كايناش، علاش؟ باش انه يلفت الانتباه ويبان انه واعر. يعني هنا اصلا هنا الطفل كتكون شخصيته ضعيفه، وهذا الشيء حنا اللي كنعملوها له، يعني حنا اللي كنبنيو له هاد الشخصيه الضعيفه. هذا الشيء كيبدا من الاسره طبعا. غادي نشوفوا وايضا نسيت اخر حاجه في الاسباب وهي العقاب القاسي. العقاب القاسي كيف قلت لكم قبل، يعني كاين بعض الامهات مثلا كتستعمل شي وسائل يعني للضرب، او الاب مثلا حنا كنعرفوا بان كاين بعض الاباء طريقه الضرب ديالهم يعني طريقه بشعه جدا جدا جدا. كيضطر ان الطفل او الطفله انها تكذب بدل انها تقول الحقيقه، حيت عارف راسها لو قالت الحقيقه غادي يعني غادي تعاقب. مثلا الطفل هرس شي حاجه في وسط الدار، ماشي شوف اهم حاجه هو ان الطفل ما يتاداش. الكاس ولا الطبسيل ولا مثلا شي ديكور، احنا كنعرفوا ديك الشيء، يعني كيكون بعض المرات الاثمنه كتكون باهظه الثمن، ولكن اللهم تهرس لي ديك الحاجه والطفل ولا الطفله ديالي ما يوقع لا والو، ما تجرح ما حتى شي حاجه. اهم حاجه عندي ان من ديك الشيء اللي تهرس، يعني الطفل خصو يحس براسو انه عنده قيمه على ديك الحاجه اللي تهرست، ماشي انا ديك الحاجه اللي تهرست نعطيها قيمه على ولدي ولا على بنتي. يعني هناك كاين هنا الطفل ما كيبقاش يحس بالامان، فهمتي؟ كيحس بان الاشياء عندها قيمه عليه هو، على ديك الشيء من بعد كيبقى يكذب، كيخرج برا وكيبقى يكذب. وهنا الطفل كتربى عنده واحد الشخصيه سيئه وحنا اللي كنكونوا السبب فيها.
غنشوفوا الأخطاء اللي كيعملوهم الوالدين وهما اللي كيرجعوا ولادهم كذابين. أول حاجة هو أنك كتعاقبوا قبل ما تسمع القصة كاملة. مثلا ما كنتيش في الدار، ولا مثلا شي حادثة وقعت له في المدرسة، ولا شي حاجة، ولا دابز، ولا تشاجر مع الأطفال يعني الزملاء ديالو في المدرسة. هذا الشيء كيوقع. الطفل انتي كتثق الخبر كيجي عندك للدار كتشبر، انتي كتعرف كتشبر، كتبقى تضربو ولا تعاقبو ولا تسبو بلا ما كتعرف. راه بعض المرة كيكون مظلوم، ولا كتكون مظلوم ونفترضو غلط، يقدر يكون غير دافع على راسو، يقدر ما فهمتي يعني. فعود ما تجلس معاه وتحاور بهدوء تام وتقول له لا، راه هاد النقطه هادي راه ما كانش عليك تعملها، وهادي ما كانش عليك تعملها، والمره الجايه ها كيفاش خصك تتصرف. هنا خصك تعطيه الموعظه، ماشي تشبرو مثلا تسمعوا عمل شي حاجه تشبرو يعني تبقى تعاقبوا ولا تسبوا. يعني داكشي ما خصنا نراعيو النفسيه ديال الاطفال. ودائما اي حاجه اي فعل نعملوه مع الاطفال ديالنا خصنا نضربوا له الحساب على المدى البعيد ونشوفوا التأثير ديالو. الطفل كتهضر معاه بعنف أو بطريقة مخيفة جدًا. ما نكدبش عليك، أحيانًا العنف ديال اللسان كيكون أقوى من العنف الآخر. المهم هو عنف، ولكن ديال اللسان ما بصراحة ما كيتنساش. وهنا الأطفال كيترباو عندهم الصدمات ديال الطفولة، ومني كيكبر كيلقى راسو عنده مشاكل نفسية كبيرة. كتكذب قدامه باش كاين بعض الأم مثلا كيكون معاها ولدها مثلا في السوق، وكتمشي تشري الحاجة بثمن، وكترجع للدار وكيسولها مثلا الراجل ديالها بشحال شريتيها، كتعطيه ثمن آخر، وكتنسى بأن ولدها ولا بنتها راه كان معاها. فهمتي كيفاش؟ هنا كيقولوا ماما كذابة. واش يعني حتى ولادك ما يبقاوش يثيقوا فيك. فهمتي كيفاش؟ ولا مثلا الأب كان كيهضر في التليفون، ولا مثلا شاف شي حد، ولا تلاقى مع شي حد، ولا سمع شي خبر ولا شي حاجة، وكيمشي ولدو ولا بنتو كيكون معاه، وكيمشي عند يعني الأم لمراتو وكيقول لها حاجة أخرى. هنا الطفل ما كيبقاش يثق حتى في والديه، علاش؟ كيعرفوا أنهم كذابين، وحتى هو كيبقى يعمل نفس التصرف، حتى هو كيرجع كذاب. يعني كيبقى يعرف بأن الكذوب راه شي حاجة بالنسبة لهم، راه شي حاجة مزيانة. فهمتي يعني؟ كنتمنى أنكم ما تبقاوش تكذبوا حدا ولادكم، ما تبقاوش تعاقبوهم بطريقة سيئة، ما تبقاوش تسبوهم ولا تلفظوا شي كلمات اللي كيبقاو في الدماغ. وحذاري من العقل الباطني كيبقى مسجل اي حاجه. الطفل ملي كيكبر كيلقى راسو عنده عقد نفسيه كبيره جدا. ودائما نفسروا ما نتجاهلوش المشاعر ديال ولادنا. مثلا كان حزين ولا كان يعني ديما الطفل خصنا نفسروا له، خصنا نتحاوروا معاه، حيت هو محتاج لديك الشيء اللي غتقولوا له يعني، ولا ديك التوجيهات هو محتاج لهم، حيت هو باقي صغير. وانت الام ولا الاب ديالو يعني ربي نعم عليكم بديك النعمه. ديك النعمه خصكم توجهوها بطريقه مزيانه وتكبروها بطريقه مزيانه، ولكم الاجر طبعا. راه لكم الاجر كبير وعظيم عند سيدي ربي انكم تطلعوا واحد البنيته ولا واحد وليد سليم نفسيا. غادي نشوفوا الحلول كيفاش تخلينا اننا نربي ولادنا بطريقه على الصدق. اول حاجه خلق بيئه صادقه. الطفل كيختار الصدق الا حس ان قول الحقيقه غادي يكون بلا خوف. يعني يقدر ولدك مثلا الى وحاجه وحده اخرى، شتي الاطفال اللي كيكونوا كيتربوا بطريقه ديال الحوار، كون اكيد اي حاجه كيجيو يعاودوها الوالدين ديالهم، ما كيخبيو عليهم والو. علاش؟ حيت تعرف الحوار، وحتى هما كيوليو حكماء في الدماغ ديالهم. يعني الطفل كيعرف بان قبل ما توقع شي حاجه كيبقى يفلتري بان هذيك مزيانه ولا هذيك ماشي مزيانه. يعني ديما ولادنا نعودوهم يقولوا الصدق، وحتى حنا يشوفونا صادقين. وما نبقاوش دائما العقاب عنده بلايصو، وحتى طريقه العقاب كاينين. غادي نوريكم مازال ان شاء الله الحلقات غادي نوريكم هذا الشيء هذا كامل. يعني حتى لو عاقبنا ولادنا نعاقبوهم بواحد الطريقه تكون ذكيه. والعلم بين على ان الكذب عند الاطفال ماشي يعني وراثه ولا سوء الاخلاق، بل نتيجه تطور عقلي واجتماعي. والخوف من العقاب كيزيد الذكاء في الاختباء.
الاسلام كيشجعنا نربي الاطفال ديالنا على الصدق بالرحمه والحوار والقدوه الحسنه، ماشي بالعقاب القاسي. والله سبحانه وتعالى امر المؤمنين يكونوا مع الصادقين. في سوره التوبه الايه 119: يا ايها الذين امنوا كونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الخداع ينشأ من التعامل غير الصحيح، وكان يعني كيعلم الأطفال الصدق بالحب والتوجيه. يعني الخلاصة هو أن التربية العلمية والدينية يعني متوافقين. يعني الصدق كيتعلم بالحب والأمان والتوجيه المستمر. وكخلاصة هنا الكذب عند الأطفال ماشي علامة على شخصية سيئة، هو مؤشر على نمو الدماغ وفهم الاجتماعي. الطريقة اللي نربي بها ولادنا تحدد واش الكذب غادي يستمر أو يتراجع. التربية العلمية والدينية ماشي يعني ما كيوافقوش على أن الطفل إلا كذب نعاقبوه، بل يعني الطفل يعني ماشي يتعاقب. بالعكس ولدني انا من يجي يعاود لي الصراحه ما خصنيش نعاقبه، يعني خصني نوجهه بالكلام ونقول له هنا شنو كخصك تعمل، وهنا والمره الجايه هاي كيفاش خصك تعمل. هنا الطفل غادي يتعلم لي الصدق بحب وامان، وغادي تكون عنده واحد الثقه في النفس. وبغيتكم تقولوا لي في التعليقات واش سبق لكم ولادكم كذبوا عليكم، وشنو هي اخر كذبه كذبوا عليكم ولادكم. وبارطاجيو الفيديو مع اي ام او اي اب خاصهم يسمعوا هذا الكلام. وخليو ولادنا يكبروا صادقين بلا خوف بلا كذب. وما تنساوش تشتركوا في القناه. ودائما كيف كنقول لكم دمتم في رعايه الله انتم واطفالكم. الى اللقاء، الى الحلقه الجايه ان شاء الله.